شحال من واحد فينا كيحس بالخواء الداخلي، كيحقق نجاحات، كيجني فلوس، ولكن في الليل ملي كيسالي الضجيج ديال العالم كيبقى داك السؤال كينغز: علاش هادشي كله؟ هاد الإحساس هو إحساس عالمي، وهو أزمة المعنى. ماشي بالضرورة تكون حزين باش تحس بالخواء، ولكن الحياة بلا معنى كتولي مجرد روتين كيجرنا. الفلسفة كانت تبقى طرح هاد الأزمة، فالفيلسوف الغني عن التعريف ألبير كامو هضر على هاد العبث. شاف بلي كاين واحد الصدام مأساوي بين رغبتنا الفطرية في إيجاد المعنى وبين صمت الكون وعدم اكتراثه لهذه الرغبة. ولكن الوجودية وقفت هنا، هي كتقول لك كاين عبث، ولكن هادشي كيعني بلي انت حر كتخلق المعنى ديالك بوحدك. هاد الحرية هي اللي كتخليك تحس بالقلق الوجودي. فين هي رسالتك؟ باش غتخدم هاد الحياة القصيرة؟ القبول هاد الحقيقة الصادمة هو أول خطوة في طريق بناء المعنى الأصيل، ماشي المعنى المفروض عليك. علم النفس جاء ليؤكد هذه النظرة الفلسفية بطريقة علمية جدا. ما كاينش اللي يقدر يشرح هادشي أحسن من الدكتور فيكتور فرانكل، وهو مؤسس العلاج بالمعنى. فرانكل عاش تجربة قاسية في المعسكرات النازية. سؤال: شنو اكتشف تمنية؟ فرانكل لقى أن الناس اللي ماتوا بسرعة ماشي هما اللي كانوا ضعاف جسديا، ولكن هما اللي فقدوا أي أمل في المستقبل وفقدوا المعنى، بينما اللي صمدوا هما اللي كان عندهم هدف أسمى. بحال شي واحد باغي يكتب كتاب يرجع لعائلته وبغى يحكي هاد القصة. لماذا؟ هو اللي أعطاهم القوة يتحملوا. كيف؟ هادشي كيعلمنا بلي المعنى ماشي هو نتيجة ديال السعادة، لا، المعنى هو السبب ديالها. فاش كتلقى رسالتك كتولي حياتك كلها مولفة، وكتولي صحتك النفسية ديالك أقوى بكثير في مواجهة الضغوط. حتى دابا مزيان فهمنا أهمية المعنى من الناحية الفلسفية والنفسية. دابا كيفاش نقدروا نكتشفوا ونصنع هذا المعنى في حياتنا؟ كاين 3 طرق رئيسية لاكتشاف المعنى. المعنى الأكبر كيجي من خلال العطاء، ماشي من الأخذ. ملي كتخدم بشي حاجة عندها قيمة حقيقية للعالم، أو ملي كتستعمل المهارات ديالك باش تحل مشكل عند آخرين. السؤال اللي خاصك تسول راسك: باش كتحس بلي خدمتك عندها صدى أكبر منك؟ الجزء الكبير من المعنى كاين في روابطنا مع الآخرين، الحب، الصداقة، مساعدة الناس. ملي كتحس بلي وجودك كيشكل فرق في حياة شخص آخر، أو ملي كتقدم محبة غير مشروطة، روابط عميقة هي اللي كتنور حياتنا وكتعطيها عمق. هنايا كنجيو النقطة اللي هضر عليها فرانك: موقفك من المعاناة هي اللي كتوجهها. الحياة كتعطيك تحديات غتعطيك الآلام. المعنى ماشي في تجنب الآلام، ولكن طريقة أو في طريقتك باش كتقرر ترد عليه. تحويل الأزمة إلى فرصة نمو، أي تحويل الألم إلى حكمة. هذا القيمة صانع المعنى.
فبالتالي المعنى ماشي كنز مدفون غادي تلقاه، المعنى هو طريق كتمشيه وكتصنعو بنفسك، هو رحلة مستمرة ديال البحث عن الإنجاز، الحب والشجاعة في مواجهة الحياة. الحرية ديالك الحقيقية هي فاش كتقرر اليوم أنا غادي نصنع معنى لحياتي. دابا جا الدور ديالك، شنو هو البعد الذي تبدا تخدم عليه اليوم باش تخلق معنى أكبر في حياتك؟ شاركنا في التعليق إذا كنت مهتم بهذا النوع من هذا المحتوى. ما تنساش دير لايك واشتراك باش تلقى فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على فخ الكمالية، كيفاش كيشكل الإبداع ديالنا.